التطبيقات اللي معموله اللي هي اندرايفر وديدي وكريم واوبر والحاجات اللي عندنا في مصر ما عليهاش رقيب. يعني الشركه مثلا تديك المشوار عامل 40 جنيه ويقول لك ارفعه 3 جنيه، انت بترفعه ل 50، السواق يحط لك 90. طب طالما انت كشركه تقديرك غلط والسواق اللي بيحط التقدير من عنده، طب ما تسيبها مفتوحه للسواق بقى. بتقدر لي انت ليه 40 جنيه ولا 43 جنيه والمشوار السواق عامله ب 80؟ وبعدين هل الشركه تقدره ب 43 جنيه وانت تعملها الضعف في مشوار اصلا ما يعملش معاك 40 جنيه؟ ليه؟ التاكسات اهو بنتقول معاه لان مش مشغل العداد، لان ما عندناش مباحث مرور او ما عندناش اداره مرور، فبنتقول معاه لان ما فيش عدادات شغاله، ما فيش عداد راكب اصلا، فبنتقول معاه هتاخد 30، لا خليهم 40، لا يا عم 50، فبتبقى بالمقاوله. لكن الشركات دي انت عندك سيستم وناس قاعده، طب انت مش عارف السيستم المشوار ده يعمل كام؟ تحط له 40 هو يحط 80؟ ازاي يعني؟ يا اما هو يمشي وراك على الثمن اللي انت بتحطه وهو ما يحطش حاجه ويمشي ورا الثمن ده، يا اما هو يحط الثمن بتاعه وانت ما تحطش اثمان. تسيب العربيات كل واحد يحط رقمه بقى وانا انقي الرقم اللي يناسبني، ده الصح. طالما انت مش عارف تسيستمها وتعملها زي دول العالم المتقدم. يتوب علينا ربنا من كتر التطبيقات.